السلام عليكم. كان ودي اطمنكم اليوم وامس، ولكن صعبين الماء يوصل داخل صدري وصدري على الجلد وكل جسمي وما اقدر اتحرك. كانت اخر كلمات قالتها الفاشينيستا غدير البرجس مصممة الازياء الكويتية قبل دخولها المستشفى. وطبعا توفاها الله اليوم صباح اليوم الاثنين 6 فبراير رحمه الله. وطبعا وهي تعبانه في المستشفى نشر احد المقربين منها على حسابها الشخصي، والاطباء يقولون انهم عجزوا والشفاء من عند رب الاطباء، يا ريت تدعوا لها لانها في حاله حرجه جدا. ولما توفاها الله عرفنا من خلال بنت عمها دلال البرجس كتبت وقالت: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي. انتقلت الى رحمه الله ابنه عمي غدير البرجس. طبعا كتير من الناس بيتساءل عن سبب الوفاة. طبعا هي كانت تعاني من البهاق، لكن هي صرحت في أحد البرامج إنها مسافرة أمريكا تتعالج من مشاكل في الكبد والقولون والمعدة. رحمها الله وغفر لها. طبعا كانت من نشيطين جدا على سناب شات وعلى انستغرام، لها متابعين كتير جدا.